السلام عليكم، مساء الخير. ان شاء الله رايحين نعمل مع بعض اليوم طريقتي بالتبولة. التبولة معروف مكوناتها بدها البقدونس والبصل والبندورة والليمون. اول شيء لا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. بالبداية عندنا اول اشي انا هون غاسلة البرغل الناعم ومجهزته، فبدل ما انقعه بالمي راح احط عليه عصير تقريبا ليمونتين، بتركه هيك انقعوا فيها، بكون هيك افضل حتى ياخذ طعمة الليمون ازكى من طعمة المي. هلا بعد ما خلصت البرغل، هلا راح ابلش. عندي هون 3 ضمم من البقدونس راح ابلش فيهم. راح امسك اول وحده اغسلها وانظفها وابلش في تفريمها. لازم فرمها يكون فرم ناعم. هلا بدي ابلش في فرمها، افرمها فرم ناعم. هي هيك بعد ما فرمتهم تفريم ناعم. طبعا نعرف التبولة لازم فرمها كله يكون ناعم. في ناس بصراحة بتحب تضيف الخيار، بس انا لا، ما بحب اضيفه، وهذا مكون اختياري عندك. هلا عندي صحن راح اقدم فيه، راح احط الاغراض اللي انا فرمتها. هاي البقدونس اول شي، بعدين راح افرم البندورة تفريم ناعم، كمان البصلة. هلا عندي هون تقريبا 3 عروق من النعناع، راح اخذ طبعا بس الورق واغسله. افرم كمان النعناع، افرمه كمان تفريم ناعم جدا على البقدونس. هي هيك فرمت النعناع واضفته. هلا عندي حبة البندورة، بفرمها كمان تفريم ناعم وبضيفها على صحن ثاني. هي هيك فرمت حبة البندورة، كمان راح اضيفها على المكونات اللي احنا فرمناها وجهزناها. اخر اشي ضل عندي البصل. هذا راح ابلش كمان في تفريم حبة البصل. بصلة نفس الشي كمان راح افرمها ناعم. هيك خلصت عندي كمان تفريم البصلة. وممكن كمان للبصلة تستخدمي بصل الورق المتوفر، يعني استخدمي. هاي عندي هون انا بعد ما نقعت البرغل راح اضيفه على هاي معلقة ملح هون عليها. هلا بحركها وبضيف عليها زيت الزيتون. هون احتاجت معي بصراحة عصرة ليمون، بزيد عليها ليمون، بعصر عليها كمان بصراحة حبتين عصير ليمون، وبضيف عليها اخر شي هلا زيت الزيتون. راح اضيف كمان شوي من زيت الزيتون. هلا ببلش اخلطها مع كل المواد اللي حطيناها بالاخر، اللي هي الليمون والزيت الزيتون. هلا بزينها في ورق الخس، طلع طعمها كتير طيبة ولذيذة، وصحتين وعافية. لا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. واخر شي شوي من حبات الرمان، ما شاء الله طعمها كتير زاكية وصحتين وعافية. ولا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس.